السلام عليكم ومرحبا بكم خوتي وخياتي في قناتي. قبل ما نبداو ما تنسوش دعمي بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. في خرجة هادئة وصريحة، سامية الشاوية هدرت على أقوى ضربة فقتلها في 2025 وقالت باللي هذا المرحلة خلتها تعاود تفكر في بزاف حوايج. صرحت باللي حابة بزاف تبدل في حياتها، وأول قرار خذاته هو أنها ما بقاتش حابة تبين ولادها في السوشيال ميديا، لأنهم ما عندهم حتى ذنب في المشاكل اللي صراو، وحتى دارها قررت ما تعاودش تبينها للناس. سامية الشاوية قالت باللي راهي حابة تقلل من العباد اللي دايرة بيهم وتقلب غير على الراحة لها ولوليداتها، وأنه رغم هذا كامل راح تكمل في المحتوى تاعها بصح بحدود وبطريقة ما تجيبش المشاكل لها ولا أي إساءة. وأضافت سامية باللي كانت بزاف ناس يسيئوا لها وهي كانت ساكتة وتفوت، بصح مع الوقت فهمت باللي لازم تبعد على كل حاجة تجرحها وتأثر عليها نفسيا، خاصة وأنه عقلية ولادها مختلفة وما تحبش حتى واحد يمسهم بكلمة ولا بصورة. وزادت قالت باللي الغيظة خلات بعض الناس يوصلوا حتى للإصلاح وتحريف الفيديوهات ونشرها بنية سيئة. كلام سامية الشاوية خلى الجمهور ينقسم، كاين اللي شافوا قراراتها صحيحة وواعية ودعموها وقالوا باللي أي أم من حقها تحمي ولادها وتختار الهدوء على الضجيج، وكاين اللي اعتبروا باللي التغيير هذا كبير وممكن يأثر على محتواها، وقالوا باللي السوشيال ميديا دايما فيها نقد ولازم الواحد يتقبله. وبين هذا وذاك بقى النقاش مفتوح، لكن المؤكد أنه سامية دخلت مرحلة جديدة عنوانها الحدود، الحماية والتركيز على راحتها وراحة ولادها بعيدا على كل المشاكل. وش رايكم خوتي انتم في سامية الشاوية، وهل قرارها صحيح؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، وما تنسوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم.